السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير؟ نتمنى تكونوا كل شي بخير. معكم حماد القرشي وانتم الآن على قناة الراوي ستوريز، وفي السلسلة ديالنا سلسلة الأخ أمين من قصص وتجارب اللي مر بهم في جلسات طرد الجن من الرقية الشرعية. وديروا باستلزامات الاستماع كيف العادة، ويلا صلوا على النبي وخليونا ندخلوا في القصة. عنوان القصة: استنطاق وطرد الجن العاشق بفضل الله. المكان: مدينة سلا. الزمان: فصل الصيف. نوع القصة: جلسة رقية شرعية مع سيدة متزوجة تعاني من سحر، والنتيجة بفضل الله تم طرد الجني العنيد والظالم بعد انهياره أمام كلام الله بفضل الله. بسم الله والصلاة والسلام. أما بعد أخي حمادة وسائر المتابعين الكرام، هاد القصة اللي غادي نحكي لكم اليوم من القصص اللي أثرت في الأحداث ديالها بشكل كبير، نظرا للمواقف المؤثرة اللي غادي نعيش فيها رفقة صديقي إبراهيم شكر الله له، وهو راقي لا نزكيه على الله، عنده تجربة في مجال الرقية، وهو من الناس اللي كيرقيو الناس لوجه الله، قادما من صفر للعمل في مدينة سلا. وشاءت الأقدار أننا نتجمع في جلسة رقية في ظل غياب الشيخ حفظه الله لظروف عائلية، وبحكم أن هذا الصديق كثير التنقل عبر المدن للعمل في مجال البناء، وفي نفس الوقت كيستغل الفرصة لتواجده بالمدن لرقية الناس لوجه الله ومساعدتهم قدر المستطاع. وسبحان الله كنت صفت عند واحد الحالتين من المتابعين ديالك أخويا حمادة، وبتوفيق من الله تمكن من طرد الجني ولله الحمد. وهذه كانت نبذة على الأخ والصديق ديال إبراهيم، وكنتمنى ما نكونش طولت في المقدمة للتوضيح. نرجع الأحداث ديال القصة والمزيد من التشويق. تلقيت اتصال أخويا حمادة من عند واحد الأخ من حي الرحمة بمدينة سلا، واتصل بيا ليلة الخميس كيطلب مني ندير معاه شي وقيته باش نرقي ليه الزوجة ديالو، واللي كيف ما قال لي وحكالي كانت كتبقى كتغوت بالليل بدون سبب، وكتشوف أحلام مزعجة، وأحيانا كتخلق معاه مشاكل لأتفه الأسباب، وحتى الصلاة ولات كتجيها ثقيلة وما بقاتش كتواظب عليها. هنا قلت ليه بإذن الله غادي نديرو حصة ديال الرقية لتشخيص الحالة إن شاء الله، خاصها تقاوم وتجاهد نفسها على الصلاة. وطلبت منه يدخل عندي الواتساب، نصيفط له الرقية الشرعية العامة ويقرأ على الماء باش يرقيه، ويطلب من الزوجة ديالو تحافظ على الصلوات والأذكار وتحصين نفسها باش نتعاونوا على طرد الجن بإذن الله، لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والراقي سبب في العلاج والله هو الشافي. صفت له الرقية الشرعية وشرحت له كيفاش يرقي الماء، بنية أن كلام الله فيه شفاء ورحمة. وشاءت الأقدار كانت غدا الجمعة ما كنخدمش فيها، درت معي فيق الزوجة ديالو لصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله، كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وخادي تلقى صعوبة في العبادات لأنها تؤثر في المس وتضعفه، فأكيد غادي يمنحها من الصلاة والأذكار، ولكن خاصها ضروري تجاهد نفسها. قال لي إن شاء الله غادي نجتهد معها والله يجازيك بالخير. قلت له وانت أهل الجزاء، وغدا إن شاء الله غادي نتلاقاو مع ديك 5 ديال العشية. قال لي واخا إن شاء الله، وغادي ندوز عندك بالسيارة أنا والأخ والزوجة. وهنايا طلبت منه باش يمشي معايا صديق ديالي اللي هو الأخ إبراهيم باش نتعاونوا على الحالة بإذن الله، واللي كيكون جالس ما بين 7 ديال الصباح حتى 7 ديال العشية بحكم العمل ديالو ليلا فقط، وهذا في ظل الالتزامات الشيخ ديالي حفظه الله. وطلبت منه طبعا كيف ما جرت العادة تكون أنت والأخ ديالها أي المحرم معنا في الغرفة اللي غادي نديرو فيها الرقية امتثالا للضوابط الشرعية. قال لي مرحبا، أنا غادي نوصلكم للدار اللي عندي ونمشي للخدمة، ولكن خوها غادي يبقى معاكم، وإن شاء الله تتساليو الحصة وغادي يوصلكم لديوركم إن شاء الله. قلت له مرحبا، وهذا هو الأصل،
تواجد محرم، وطلبت منه يوصي الأخ ديالها يكون على وضوء ومحصن راسه، وأهم شيء أنه ما يخافش نهائيا من ردات الفعل ديال الأخت ديالو أثناء الرقية. قال لي يا مرحبا وغادي نوصيه بالحرف، وإن شاء الله يكون الخير والله يرحم لك الوالدين. وفعلا تواصلت مع الصديق ديالي وعرضت عليه الفكرة باش يرافقني للجلسة ديال الرقية الشرعية بإذن الله، وشرحت ليه الأعراض بالتفصيل الممل، وبدوره رحب بالدعوة وقال لي هذه فرصة نتلاقاو لأول مرة وفي جلسة رقية مجموعين ونتعاونوا على أعداء الله، ولما لا نفس كربة هاد المسكينة بإذن الله. وفعلا يوم الجمعة صليت صلاة الجمعة بالمسجد، وتغديت مع العائلة وتوضيت وحصنت نفسي بالأذكار، ومع 3 بالضبط تلقيت اتصال من عند الزوج ديال الأخت الممسوسة شفاها الله، وقال لي باللي هو جاي في الطريق وقريب للبلاصة فين كنسكن واللي هي تبريكت. قلت لي أنا في الانتظار وبكل فرح وإن شاء الله يكون الخير. وجدت الماء المرقي والمسك ومكبر الصوت وتوكلت على الله. اتصلت بالصديق ديال إبراهيم وطلبت منه يوجد راسه ويستنانا قرب المسكن ديالو ويكون واجد بإذن الله. قال لي يا مرحبا غادي تلقاوني في الانتظار. وفعلا خرجت من الدار للشارع الكبير وتواصلت مع الزوج ديال الحالة اللي غادي نرقيوها. لقيته في الانتظار ديالي رفقة الأخ ديالها ورحبوا بينا وركبنا السيارة. وفي الطريق سولته واش الصلاة صلاتها في الوقت ودارت الأذكار؟ قال لي واخا تزيرات وجاها العجز لكنها قاومت. جاوبته وقلت له خاصها تجتهد وتصلي في الوقت وتتحدى ذاك عدو الله وهو كيضعاف بالصلاة والأذكار فأكيد غادي يمنحها. وفي الطريق دزنا على الأخ إبراهيم ولقيناه في الانتظار ديالنا. رحبنا به وشدينا الطريق في اتجاه المنزل المريضة شفاها الله. تقدم الأخ ديالها في استقبالنا وكذلك الزوج ديالها. وأول حاجة درناها قبل الحصة طلبت من الزوج ديالها يجيب لنا الماء المرقي وزيت الزيتون ويطلب منها تتوضى وتصلي 2 الركعات لله، ومن بعد تلتحق بنا إن شاء الله رفقة الأخ ديالها. قال لنا واخا. وفعلا وجد الماء المرقي والزيت الزيتون ووصل الأخ ديالها غير تصلي يجي هو وياها للغرفة. وطلب منا الزوج ديالها نسمحوا ليه حيت غادي يمشي للعمل ديالو من بعد ما وصلنا ورحب بينا. حنايا دابا في انتظار قدوم الأخت الممسوسة وكذلك خوها. ومن بعد صلينا 2 الركعات ودرنا الأذكار التحصين وبديت كنحصن الغرفة بالماء المرقي. وفجأة دخلت الأخت برفقة الأخ ديالها. كانت مغطية الوجه ديالها بحكم أنها منقبة وتتوكل على الله وتركز مع القرآن لأننا واخدين فكرة مسبقة على الأعراض اللي فيها بلا ما نضغطوا عليها بالأسئلة. طلبت من الأخ إبراهيم يبدأ في الرقية فيما أنا وضعت الماء المرقي حدايا وقلت له ركز فقط مع القراءة أما أنا غنراقب الحالة وغندخل. طلبت من الأخ ديالها يقرب حدايا وهنا بدات الجلسة الرقية وبدأوا فيها الأحداث المثيرة. بدأ الأخ إبراهيم بالآذان وانتقل لسورة الفاتحة ثم لسورة البقرة العظيمة. وهنايا بدات كتحرك يديها بشكل غريب وكتحرك رجليها كذلك. استمر الأخ إبراهيم في القراءة فيما أنا بديت كنرش الماء المرقي على الوجه ديالها ويديها ورجليها وهي ساكتة، فقط الحركات الغريبة اللي كانت كديرهم بيديها. الأخ إبراهيم استمر في القراءة وتكرار آية الكرسي 1 و2 و3 انتقالا لآيات السحر ونفس الحركات في اليدين والرجلين. وإبراهيم مستمر في القراءة. أسكات كيعم أرجاء الغرفة إلا صوت القرآن الكريم والمسكينة كتحرك بشكل غريب. وأنا مستمر في رش الماء المرقي. هنا يطلب مني الأخ إبراهيم نعطيها تشرب الماء المرقي وزيت الزيتون. طلبت من خوها يشربها لكن رفضات في الأول، ولكن طلبت منه يشربها بزز. شرباته والأخ إبراهيم كيقرأ ما يقارب 40 دقيقة بالضبط. وفجأة بدات كتتألم بدون ما تنطق أي كلمة. هنا إبراهيم طلب من الأخ ديالها يعيط لها بسميتها، عيط لها ولكن ما كانتش كتجاوب. وهنا تأكدنا باللي المسكينة فقدات الوعي
وأن عدو الله هو اللي قدامنا الآن. وقال لي الأخ إبراهيم: يا واهدر عدو الله، مالك سكت؟ ما بغيتيش تهدر؟ غادي نهدروك بالزز وراك باقي ما عرفتينيش. لكن وتقول واش نطقت بكلمة واحدة فقط. المسكينة كانت كتحرك راسها وكتأوه. هنا طلب مني الأخ إبراهيم نبدا في القراءة، فيما طلب من الأخ ديالها يجيب شي تيو باش يستعمل مع داك عدو الله الأسلوب الثاني. وللتذكير، كاين أنواع ديال الجن كيعذبوا المريض وكيلقى الراقي بعض الصعوبات الاستنطاق ديالهم، وهنايا كيلتجأ للضرب على مستوى القدمين والضغط على البطن باش يتأثر الجن. وكتذكير مهم، هذاك الأذى كيعود على الجن في هذيك اللحظة بحكم فقدان المريض للوعي، باش ما يخرجوش لنا تعاليق من بعد لا تفقه شيئا، تنتقد فقط من أجل الانتقاد. ولهلا يوريكم دوك أعداء الله من الجن شنو كيديروا في الناس، يستاهلوا اكثر من الضرب قاتلهم الله. نرجعوا للقصة. أنا بديت في القراءة وركزت مع آيات السحر من الدعاء على الجن العاشق، فيما خوها مشى كيجيب التيو للأخ إبراهيم. وفي لحظة وأنا مركز مع القراءة بديت بالدعاء على الجن العاشق بحكم استنتاجي المسبق لنوع المس اللي فيها من خلال محكلية زوجها. وفي لحظة انفجرت بالضحك الهستيري فيه نوع من السخرية وكتضحك. أنا جاوبت عدو الله بجوج الكلمات: غير ضحك مع راسك، دابا شوية غادي تبقى تبكي. كاملين كتبديو بالضحك وكتساليو بالطليب والرغيب والبكاء. كلام الله سيكون نقمة عليك إن شاء الله. ودائما نفس الضحك الهستيري من هداك عدو الله. أنا ما اديتهاش فيه وشددت في الدعاء على المس العاشق، وبديت في آيات الحرق والسحر. وفجأة دخل خوها وعطى التيو الأخ إبراهيم. هنا الأخ إبراهيم ضغط ليها على الكرش ديالها بالتيو باش داك عدو الله يوقف هداك الضحك والاستفزازات. وأنا كنشدد في القراءة، وهاد المرة الجني الخبيث بدا كيقول: بعد مني طلق مني ما تقيسنيش. أنا استمريت في القراءة لمدة 20 دقيقة، فيما المجموع ديالها 65 دقيقة من القراءة أنا والأخ إبراهيم. وهنا عدو الله بقى كيستغيث وكيقول: بعد مني طلق. وبغى ينوض بواحد الجهد. شديت القرعة ديال الماء ورشيت على الوجه وضربته بالقرعة للرأس وقلت ليه جلس وثبت وسمع كلام الله. هنايا جلس وبدا كيتأفأف وكيؤوف وكيقول: صافي غير بعد مني. وأنا نوقف القراءة وقلت ليه: ودابا شنو غادي تهضر يا عدو الله؟ أقسم لك بالذي خلق السماوات والأرض بغير عمد أن تتكلم. شكون انت؟ وهنا سكت وبقى فقط كيتأوه كيتألم بآلام شديد. قلت للأخ إبراهيم يضرب ويلقى رجليه بالتيو وأجي كمل القراءة وأنا غادي نرش الماء المرقي ونركز مع الحالة إن شاء الله. وفعلا شد التيو الأخ إبراهيم وبدا كيضرب ويلقى رجليه بالتيو وكيقرأ من سورة البقرة وآية الكرسي وكيعاود يقرأ. أنا كنرش الماء والجني كيتألم ويتأفأف، تقول بحال شي حد خويتي عليه العافية. ومرة أخرى غير بدا إبراهيم كيقرأ وكيضربو لرجليه. انطق الجني وقال: مالك. وقال ليه الأخ إبراهيم: شنو بغيتي عند هاد السيدة؟ ولاش دخلتي لعندها؟ جاوب، شنو بغيتي؟ والو ما عرفتش، ولكن بعد مني انت. هنا قال ليه الأخ إبراهيم هو كيضرب على المستوى القدمين: أنا ما غاديش نزيد نطول معك الهضرة. واش دخلتي على طريق السحر؟ وإلا دخلتي على طريق السحر فين هو هاد السحر؟ جاوب. بعد مني. وقالها بصوت متثاقل كيبين بأن الجني بدا كيستسلم. هنا قلت للأخ إبراهيم ما تطولش مع الهضرة، قرب تركيز وضرب على مستوى القدمين تينطق بزز منه. فعلا استمر الأخ إبراهيم بالقراءة وتكرار آية الكرسي مرات ومرات مع الضرب أسفل القدمين. وهنا الجني بدا كيتألم وكيغوت. قلت ليها: دابا غادي تهضر ولا ما غاديش تهضر؟ شكون انت وشنو بغيتي عند هاد السيدة؟ قال هو كيتألم:
ما عرفتش. بلا ما تخدم معايا التحرميات ديال الشياطين. كيفاش ما عرفتيش؟ واش غادي تنطق ولا غادي تموت؟ واش انت باغي تموت هنا؟ وجهت كلامي للأخ إبراهيم أنه يركز على آية الحرق ويشدد بنية الحرق عدو الله. لكن هنايا الجني قال: لا 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 لا، أنا غادي نقول لك. يلا هضر ولا غادي تموت؟ جاوبني هو كيتألم بشدة. واخا أنا غادي نهضر. شكون انت؟ أنا عيسى. مسلم ولا كافر؟ بعد مني. واش انت يا خادم السحر ولا جن العاشق؟ انا عاشق. عاشق. شنو بغيتي عند هاد السيدة؟ وهنايا قال لي الجواب اللي صدمني: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بغيت نتزوج بيها. أنا صرخت في الوجه ديالو من هول ما سمعت. هذه ماشي أول مرة، ولكن كانت شفقة ورحمة في ديك البنت المسكينة. كيفاش بغيتي تتزوج بها وهي مزوجة بالإنس، وأنت جن خلقكم الله من نار وهي إنسية خلقها الله من طين؟ هي مزوجة وبولادها، كيفاش غادي تتزوج بها؟ واش انت بعقلك؟ وهو كيقول لي بكل وقاحة: لا لا لا. وكيبقى كيبكي وكيكمل كلامه: هي كتعجبني. كيفاش كتعجبك واش انت عندك العقل سوي؟ هي مزوجة وبولادها وكتقول لي كتعجبك؟ سير تزوج بجنية بحالك. وهنايا قال لي الجنية اعترافا، وكيدل أن الشياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، وهما سبب الألم ديال الناس بزاف. الجني مسخر وخاتم في صبع السحرة قاتلهم الله. انطق وقال: وهاد السيدة اللي صفتاتني ليها، وشكون هي هاد السيدة؟ قولوا لي غادي نحرقك انت وياها. هنايا خاف وسكت. صرخت في الوجه ديالو وقلت له: دابا إما غادي تهضر ولا ما غاديش يعجبك الحال. سميتها رشيدة، ودابا غادي تخرج ولا ما غاديش تخرج؟ بلا ما غادي تبقى تبوحط عليا وتقول لي غادي نخرج طاعة لله ولن أعود وتبقى مخبي، والله حتى غادي نحرقك. خرج وبطل السحر. وهنايا قال لي عدو الله: أنا غادي نخرج. هنايا سولها إبراهيم وقال: فين هو السحر؟ كاين في الروضة. وفين جات هاد الروضة؟ جاوب. ما عرفش. وهنايا إبراهيم قال لي: اعطيني 10 ديال الدقائق غادي نقرا بنية القتل، وغادي يموت وغادي تبطل السحر بإذن الله ولا عاد له. هنايا انطقت ونبهت الجني وقلت ليه: عندك آخر فرصة، واش تتوب لله عز وجل وتخرج وتعطي للسيدة اتساع وتمشي تأدي الحقوق ديال الله اللي أمرك بها من صلاة وعبادات، وإما غادي تموت وتحشر مع زعيمك إبليس في الدرك الأسفل من النار، ولا أمان لك. أنا صرخ الجني وقال: ما نقدرش. كي غادي ندير؟ قولوا لي كي غادي ندير؟ أنا كتعجبني وكنبغيها. كيفاش كي غادي دير؟ عرفتي تدخل وما عرفتيش كيفاش دير تخرج؟ سير خرج وتزوج بجنية بحالك. وهنايا بدا عدو الله كيضحك. فهنايا قلت لإبراهيم: قرأ كلام الله بنية القتل، حيت عطيناه فرصة ولم يستجب. أنا انطق الجني وقال: لا 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 لا، السحر كاين، راه كاين في واحد الروضة، غير حبس وما تقراش. أنا انطق الأخ إبراهيم وقال: واش هاد السحر مرشوش ولا مدفون؟ جاوب. مدفون في واحد الروضة في السهول. واش معقود ولا في التصاور؟ مدفون مع الحوايج ديالها، واللي كانت دارتو ليها رشيدة كانت كتعرف راجلها. هنايا إبراهيم ما داهاش فيه وقال لي: خلينا من الهضرة الخاوية، لأن داك عدو الله غير كيتفلى وكيدخل وكيخرج في الهضرة. بدا الأخ إبراهيم كيقرأ آيات الحرق والعذاب واستحضر نية القتل، وقال آيات الحرق بنية القتل كل جن عاشق بإذن الله، وأخذ في تكرارها. الجني كيصرخ وكيغوت: بركة.
هنا إبراهيم استمر في القراءة وكيضرب الجني على مستوى أسفل القدمين، والجني كيتألم وكيصرخ. بركة، أنا غادي نقول ليك صافي بركة. إبراهيم من بعد مدة من القراءة وللتذكير داز أكثر من ساعة و45 دقيقة، وإحنا مع الحالة، والجني بدأ تدريجيا في الاستسلام. قال إبراهيم موجه الكلام ديالو للجني وهو معصب، لأن ذاك عدو الله تكرفص بمعنى الكلمة على ديك الإنسانة المسكينة. يلا تكلم، فين هو هاد السحر وفين روضة؟ تكلم وجاوب. قال لي الجني هو كيستغث. في السهول، كاينة في السهول، وإلا مشيتو ما لقيتوش غادي نقتلك. غادي تلقاه في الروضة. وقال له إبراهيم بطل هذا السحر وخرج ولا غادي نقتلك. ورد عليه الجني وقال ديك السيدة رشيدة اللي دارتو، ماشي أنا، علاش أنا غادي تقتلني؟ هنا إبراهيم استمر في القراءة، وأنا كنت كنراقب وكنرش الماء المرقي وهو كيضرب على مستوى القدمين وكيشدد بقراءة آية الكرسي. الجني هنايا قال ليه قتلني، صافي قتلني، بقيت قادر نستعمل، غير قتلني صافي، عييت، راه ديك السيدة اللي كتعاديها ماشي أنا. جاوب إبراهيم وقال خلينا من ديك الهضرة، انت غادي تخرج دابا من رجليها، سمعتيني؟ من الصبع ديال رجليها الكبير، ويلا اعطيني الآية اللي غادي نخرجك بها. صافي انا غادي نخرج، راك كتحرقني. اقرأ الكافرون. قال له إبراهيم أنا غادي نقرأ سورة الكافرون، ودابا غادي تخرج من رجليها ويتبطل السحر، وإلا رجعتي ولا تخبيتي عرف راسك غادي نقتلك، وراك كتعرفني مزيان. قال له الجني هو كيتعذب كان عارفك وراك كتحرقني. أنا غادي نخرج دابا. نطقت وقلت لي هاد المرة خرج ولا غادي تموت، لا فرصة لديك وما غاديش نعاقلو عليك، يلا سر براسك من الصبع ديال رجليها اليمن. قلت لإبراهيم ضرب ليها الرجل اليمنية وقرأ بنية القتل، يخرج ولا لا يخرجو، يموت بإذن الله. هنا الجني بدا كيبكي بحال شي دري صغير، ولأول مرة وببكاء غريب باش يلفت الانتباه ديالنا، بما أن إبراهيم كان مركز مع القراءة بخشوع وسمع صوت البكاء وظنه كان كيضحك. وقال له إبراهيم مخاطبا كتضحك دابا ياك؟ أنا غادي نزيد نوريك. جاوبوا الجني واللي كان منذ ساعات كيضحك وكيستهزأ، واللي منذ سنوات هو كيعذب فات السيدة بدون موجب حق. انطق وقال أنا كنبكي يا إبراهيم، كنبكي اش من كنضحك، راه كنبكي وكنتعذب. قال له بكي ولا موت دابا، وبدا كيكرر إبراهيم آية الكرسي وسورة الكافرون. الجني كيتألم وكينهار، وانا كنزيد نرش عليه الماء. الجني بدا كينهج بحال شي واحد مخنوق، وفي لحظة وحنا إبراهيم انتقل لقراءة آية الحرق والعذاب. الجني هنا كيفركل برجليه بحال الكبش المذبوح وكيقول بصوت متثاقل أنا كنموت، خليوني نخرج عافاكم، كنواعدكم وكنعطيكم العهد ما غاديش نبقى، الله يخليكم. إبراهيم كيقرا وأنا كنرش الماء المرقي. قال له إبراهيم دابا غير موت ولا خرج، واستمر في القراءة بدون ما يسوق ليه وللتوسلات ديالو. الجني كيقول صافي كنتألم، أنا خارج، راك قتلتيني، خارج. إبراهيم كيزيد يقرا وأنا كنرش الماء المرقي. الجني كيتألم وكيتحرق وكيبكي بحال شي ولد صغير. صافي كيقول كنموت. هنا قلت ليه غير موت لا يردك، تستاهل ظلمتي وتعديتي وما بغيتيش تتوب. فين هو الضحك ديالك والاستهزاء ديالك؟ فين مشى؟ سبحان من عز فارتفع ودل كل شيء لعظمته وخضوعه. إبراهيم استمر في القراءة بخشوع بتكرار آية الحرق. وهنايا الجني وكنقسم لكم بالله أخوتي بدا كيبكي بكاء غريب
وكي نهار بحال شي مرا لحتيها في العافية. وهنايا بدينا كنسمعوا أصوات غريبة وأصوات بكاء. هنا عرفنا باللي الحالة ما ساكناهاش جن واحد فقط. وللتذكير، أول مرة نحضر الحالة بحال هادي، سواء كانت مع الشيخ أو بوحدي. الجني كيتقتلوا مع جن آخرين في الجسد. وهنا يسولوا إبراهيم بالزربة باش ما يتقواوش: شحال نتوما؟ شحال نتوما؟ قال له: حنا بزاف وكنتحرقوا، خلينا غير نخرجوا صافي. هنايا إبراهيم استمر في القراءة والأصوات ديال البكاء الشديد والشهيق والصراخ. هنايا انطقت باش نحبس إبراهيم وقلت له: غادي نعطيهم فرصة يخرجوا، ما يعاودوش يرجعوا بإذن الله. وإلا ما خرجوش تما كيتقتلوا في الجسد، ونكونوا حنايا ما ظلمناهمش. وعطيناهم فرصة للخروج مذمومين مدحورين، وملي يخرجوا نعاودوا نقراو على السيدة، وإلا لقينا فيهم شي وحدين مخبيين تما كيتقتلوا كاملين. هنا وجهت كلامي لعدو الله وقلت: الله شهيد بيني وبينك أنني لم أظلمك. إلا ما خرجتيش انت والأتباع ديالك وتبطل السحر، وإذا عاودتي رجعتي غادي تقتل ولا عاد لك. هنا انطق وقال لي: غادي نخرج، خليني نمشي وما غاديش نعاود نرجع، وكان عهدك. قلت ليه: لا عهد لكم. قال إبراهيم: من بعد الآذان نلقاكم خرجتوا بلا رجعة، وبإذن الله إلا عاودت تطلع أكيد غادي تموت. وهنا إبراهيم قرأ آية الكرسي وكررها وبدا يكرر. الجني كيقول: صافي راني قلت ليك غادي نخرج. الأخ إبراهيم بدا يأذن، وفعلا بدأت كتحرك رجليها حركات غريبة وعجيبة، وكين صافد داك عدو الله. وانا كنقول: اخرج بإذن الله من الصبع ديال رجليها اليمين. هنا الجني قال: أنا خارج، وكتركل برجليها. والأخ إبراهيم استمر بالأذان. من بعد 5 دقائق توقفات عن التحريك الرجلين. وهنا قلت لخوها يعيط لها بسميتها. انطق خوها وقال: فاطمة، اختي فاطمة، كتسمعيني؟ كنسمعك اخويا. هنا بغيت نتأكد واش بالفعل خرج ولا كيتلاعب. اختي فاطمة، كتسمعيني؟ كنسمعك. شكون انايا؟ نتايا الراقي خويا امين. على سلامتك اختي. باش كتحسي دابا؟ رجليا كيضروني، حاسه براسي عيانه بزاف وباغيه الناس. طبيعي اختي، لان داك عدو الله خرج لك من رجليك، الحمد لله. دابا هاكي شربي هاد الماء المرقي، ومنين نمشي نداني بزيت العود الرجلي اللي كتضرك، وبإذن الله غادي تبرى ليك. لكن كنوصيك بالصلاة في الوقت ديالها، الأذكار وسورة البقرة، لأنهم راهم لقاوك ضعيفة، استغلوك أعداء الله، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. خليناها ترتاح واحد 5 دقائق، ومن بعد زاد قرأ عليها الأخ إبراهيم ما يقارب نصف ساعة. وهاد المرة السيدة ما حسات بوالو، عادي، وبقات كتسمع القرآن بشكل طبيعي. هنا اطمأنينا أكتر، وبشرنا الأخ ديالها والأم ديالها، ودعوا معنا المساكن وفرحنا لأننا كنا سبب مرة أخرى في تنفيس كربة تلك المسكينة. فالشكر لله من قبل ومن بعد. وصلنا أخوها وتودعنا من الأخ إبراهيم، وشكرت على كل المجهودات الجبارة ما شاء الله عليه. ومن بعد مشيت للدار وارتاحيت. وفي اليوم الموالي تواصلت مع الزوج ديالها نتأكد واش تزالوا الأعراض اللي كانوا فيها، والحمد لله أكد لي أنها نعسات مزيان ودهنات بالزيت العود، وما بقاوش كيجيوها الأحلام المزعجة. وهنا زاد قال لي كلمة شكر قليلة في حقكم، الله يرحم بها الوالدين. قلت لي هذا واجب
والشكر لله صاحب الفضل العظيم. أما نحن فنحن غير عباد ضعفاء. النهاية. كان معكم خوكم أمين. السلام الله عليكم من جديد. شكرا للاستماع ديالكم كيف العادة. شكرا لأنكم بقيتوا معنا حتى لهذه اللحظة ولهذه النقطة. فجزاهم الله عنا خيرا الأخ إبراهيم والأخ أمين. الحمد لله على شفاء هذه الزوجة. الحمد لله من اللي رجعوا لحياتهم الطبيعية. فدائما الحمد لله من هذه القصص دائما كنلقاو واحد العبرة وحدة، هي أننا إذا كنا قراب من الله سبحانه وتعالى، يعني حتى إذا تقاسينا بالمس ولا السحر، يعني عن غفلة ما كناش محصنين نفسنا ولا تراخينا شوية، لكن في نفس الوقت إذا كنا مجتهدين وكنواظبوا على الصلوات ديالنا الخمس وخصوصا صلاة الفجر وكنجتهدوا، وخا داكشي اللي غادي يكون ماسهم كيغلبهم على داكشي باش ما يديروهش. لكن إذا كان الإيمان قوي بالله وأنهم باغيين يتعالجوا ويتبعوا البرنامج ديالهم، فأكيد تما غادي يعاونوا نفسهم، وديك الساعة يسهلوا على الرقات أنهم يكونوا سبب في العلاج ديالها. كانت هذه النهاية، نهاية جميلة ومؤثرة الحمد لله على كل حال. فأكيد أنهم يكونوا تصنتوا لنا دابا، وبغيت نقول لهم باللي أنا فرحان باللي شي حد من المتابعين ديالي تجي شي حاجة زوينة في حياته ولا يتشافى من شي مرض، فالحمد لله كنتقاسموا هادشي كاملين والفرحة كتكون وحدة. فهادشي اللي كاين. الانستغرام ديالي اذا بغيتوا تتواصلوا معايا ولا تحكيوا لينا القصص ديالكم او تبعتوها لينا. ايضا بالنسبه للكتاب اللي كيكتبوا وكيبدعوا في الكتابات ديالهم، فيقدروا يتواصلوا معنا وننزلوا القصص ديالهم بالطريقه ديالنا. وهادشي اللي كاين. الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك أخوكم حماد القرشي من هذه القناة، قناة راو ستوريس. تصبحون على ألف خير. سلام.